انت مش متأخر عن حد، انت في توقيتك الإلهي المظبوط بالثانية. ليه مش قبل 100 سنة؟ وليه مش بعد 100 سنة؟ ليه ربنا اختارك تعيش في زمن التوهة ده بالذات؟ الحقيقة إن الكون ده زي الساعة، كل ترس فيه ليه مكان وزمان، مفيش غيره ينفع فيه. احكي لي عن قطر فاتك واكتشفتي بعدها إن فواته كان نجاة ليكي. كنت بحلم ان انا ادخل كليه معينه ورسمه لنفسي مستقبل معين وحاجه معينه وما دخلتهاش خالص، ومش عشان انا كنت شاطره او ما جبتش مجموع او ما عملتش اللي عليا، لا هو كان قرار خارج عن ارادتي تماما، انه انت بتتحط قدام لا خلاص انت عملت كل اللي عليك بس ما فيش، اختار بقى انت هتعمل ايه. سبحان الله في وقتها كنت زعلانه على نفسي قوي وحاسه ان ايه الدنيا انتهت، ولكن سبحان الله ده اللي خلاني اكتشف ان اللي انا كنت عايزاه كنت فاكره ان هو خير، بس اللي عند ربنا حقيقي هو كان الخير، لان انا اكتشفت قدرات تانية ليا، اكتشفت شخصيتي، حصل لي جروث، مريت بحاجات اصعب، ولكن ده كان اول اختبار اللي لو كنت استسلمت فيه ما كنتش هدخل على الليفلز اللي بعد كده. في حاجة أنا مش فاهماها، فرق كبير. يعني أنا لما كنت بشتغل مثلا في حاجات معينة كنت دايما بحس إن في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة، لكن حاجة فاتتني لأ. لأن مثلا أنا واحدة على زمني، أنا لما جيت اتجوزت أنا عندي 43 سنة أو ممكن كمان كام شهر وأبقى 44. فلما جيت في الوقت اللي أنا كنت المفروض إن أنا ده سن الجواز، كان العالم كله حواليا وأنا جميلة وناجحة جدا وبتاع، انتي ما اتجوزتيش ليه؟ يا حرام، يا حاجات. فكان بيتقال ان انا قطر الجواز فاتني مثلا، عشان كان كل اللي حواليا بيتجوزوا هم 21 22 سنه وانا عندي 28 سنه. فكنت بحس ان انا اوقات كان بيجي لي من كتر الضغط المجتمعي انك انت ايه ده، هو في حاجه غلط، وبعدين اقول حاجه غلط ايه، برجع للمسلمات في سبحان الله. يعني في حاجات، ما هو انت في حاجات في ايدك وفي حاجات مش في ايدك. يعني ده طبيعي يعني. في حاجات بعد ما مشيت في الحياة كنت شايفة إن هي مقرفة ومؤلمة، وإيه ده وليه كده، وضحية بقى، عارف اللي هو أنا ليه يا رب كده، ليه أسفلت كده، ليه يا دنيا كده. بعدين بعدها اكتشف يا الله ده نعمة، ده منحة، دي حاجة كبيرة قوي. أنا بحمد ربنا إنه ما استجابش لتقريبا تلت دعواتي اللي كنت بلاقيها زمان، يعني على فرص وعلى أشخاص وعلى شغل وعلى كل حاجة. إحنا كنا بندعي ربنا بحاجات يعني مش خير لينا، فما ربنا ما عملهالاش. عارف انت اللي هو انت نفسك في الحاجة دي وهتموت عليها فما تحصلكش، فتقعد تقول ليه، فتنسى وتعدى والموقف يمشي. تيجي بعد كده تقول الحمد لله يا رب ما استجبتش لدعائي، والحمد لله يا رب انك ما حطيتش فلان في حياتي، والحمد لله ما كملتش في الفرصة دي وما كملتش في الشغل ده. فحكمة ربنا ليك ورسمته لشكل حياتك أعظم 1000 مرة مما أنت تتخيل. احنا بنقيس حياتنا بالساعات، لكن ربنا بيقيسها بالحكمة والجاهزية. انت مش متأخر على النجاح، انت في فترة صيانة لروحك عشان لما رزق يجي تكون نسخة ناضجة تعرف تحافظ عليه. اهدى، الخطة ماشية بالملي، ارتاح من سباق الزمن.